السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل الطبق اللذيذ دوت مكرونة بالوايت صوص والجمبري. طبق سهل ولذيذ وسريع، مش هياخد منك اي وقت وطعمه خطير. هنعمله مع بعض النهاردة بأسهل طريقة ومكونات موجودة من البيت. شكله خطير زي ما انتوا شايفينه. هتعمليه في منتهى السهولة في البيت من غير اي تكلفة ومن غير اي افتكاسات. هنعمله مع بعض النهاردة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ بالجمبري بتاعنا. هنبدأ دلوقتي ان احنا ننضفه ونقشره زي ما انتوا شايفين. اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة بطروخ الجمبري، اللي هو مش عارفه ده بطروخ الجمبري. هنقشره ونفصل الراس اهوت، وهنقشر القشر بتاع الجمبري. لازم يتنضف كويس ويتغسل كويس زي ما انتوا شايفين. بعد ما نقشره هنشيل السلسلة الرملية اللي بتبقى في ظهر الجمبري، هنشيلها ببوز السكينة زي ما انتوا شايفين، وهنشد السلسلة الرملية بتاعتنا. بتطلع معاكم في منتهى السهولة زي ما انتوا شايفين. طبعا دي مش باينة قوي، هعمل معاكم كمان علشان تشوفوها. هنفصل الراس برضو زي ما انتوا شايفين، وبعدين هنقشره وهنشيل السلسلة الرملية ببوز السكينة زي ما انتوا شايفين اهي. بتتشد بمنتهى السهولة. تمام. طبعا بعد ما نخلص الكمية لازم الجمبري يتغسل كويس يا جماعة بالدقيق والملح. هنغسله كويس واحدة واحدة كده، تغسلوها بالراحة، وهنركنه على جنب وهنشوف هنعمل ايه. ادي السلسلة الرملية اهي طلعت معانا بسهولة. لازم تطلعوا السلسلة الرملية يا جماعة علشان ما تلاقوش الرمل في بقكم. تمام. هنا في مية هنسلق المكرونة. مية بتغلي، حطينا شوية زيت وشوية ملح وهنسقط المكرونة بتاعتنا. دي مكرونة قواقع. طبعا اي مكرونة انتوا تحبوها، المكرونة اشكال كتيرة جدا. اي مكرونة تحبوها ممكن تستخدموها عادي. هنسلق المكرونة نص سلقة علشان نعمل حساب يا جماعة ان هي هتكمل سواها في الوايت صوص بتاعنا اللي احنا هنعمله. فمش هنسلقها جامد، هتبقى نص سلقة وهنصفيها ونركنها على جنب برضو، وبعدين نشوف هنعمل ايه. هنا برضو شوية مية بتغلي. راس الجمبري والقشر اللي احنا شيلناه يا جماعة ما برموهوش، بعمله شوربة. هنا في مية حطيت كمون وفلفل وملح، وغسلت القشر كويس بتاع الجمبري والراس وصفيته زي ما انتوا شايفين، وهحطه في المية لان هستخدم الشوربة ديت مع الاكلة بتاعتنا. تمام. وهسيبها على جنب برضو. هنبدأ هنا في طاسة هنحط شوية زيت مع مكعبين زبدة. بحط زيت طبعا يا جماعة علشان الزبدة بتاعتي ما تتحرقش. بعد ما الزبدة والزيت يسخنوا قوي هنحط الجمبري بتاعنا علشان ياخد صدمة. هنرص كده في الطاسة واحدة واحدة
وبعدين نبدأ نقلبه لانه ما بياخدش وقت يا جماعة. الجمبري بالذات لو سيبناه فترة طويلة على النار بيشد وبيبقى طعمه مش حلو، بيبقى عامل زي البلاستيك، هيشد معاكي فمش هيبقى طعمه حلو. فما بياخدش وقت في النار، هو لازم يقرش معاكي كده. هو كده الجمبري ما بياخدش وقت على النار، ولو خد وقت ما بيبقاش حلو. كده رصيناه في الطاسة زي ما انتوا شايفين. طبعا اللي اتحمرت لازم نقلبها، بدأ ياخد لون اهو، فاللي خدت لون لازم نقلبها زي ما انتوا شايفين. هنبدأ دلوقتي نحط له شوية ملح وشوية فلفل اسود، بس ما بحطش الا كده يا جماعة، ملح وفلفل اسود. ونبدأ بقى نقلبه على الناحية التانية. زي ما انتوا شايفين خد لون، فبنقلبه ياخد برضو الناحية التانية 3 دقايق. هنبدأ ان احنا نطلعه، اللي استوت، اللي احمرت واستوت طبعا هنشيلها على طول. تمام كده خلصنا. طبعا هننضف الطاسة من اي حاجة محروقة، اي فرافيت محروقة فيها، علشان هنعمل الصوص بتاعنا. حطينا قطعة زبدة في الطاسة مع اللي موجود، وهنحط 3 معالق دقيق زي ما انتوا شايفين. طبعا لو لقيتوه محتاج زبدة هنحط تاني. هنا انا لقيته محتاج فحطيت قطعة زبدة كمان. تمام، وهنقلب الدقيق مع الزبدة لما يبدأ ياخد لون. هنبدأ نجيب شوربة قشر الجمبري اللي احنا عملناها، وهنحط منها حوالي كوباية. طبعا ريحتها خطيرة يا جماعة. هنقلبها زي ما انتوا شايفين، وبعدين هنبدأ نحط كوباية لبن.
اللي عايز يستخدم الكريمة اللباني مفيش اي مشكلة، ممكن نستخدم كريمة لباني يا جماعة، مفيش اي مشكلة. هنقلبه كويس جدا. زي ما انتوا شايفين. تمام، الصوص بتاعنا بقى جاهز. الصوص بتاعنا بقى جاهز دلوقتي. هنسيبه دقيقة على النار، نقلب فيه جامد كده علشان ما يكلكعش. وهنبدأ نحط المكرونة بتاعتنا. كده الصوص بقى جاهز. هنبدأ نحط المكرونة بتاعتنا اللي احنا سلقناها. تمام، هنقلب المكرونة في الصوص. طبعا الطبق ده يا جماعة لازم يتعمل ويتاكل على طول، ما ينفعش نسيبها في الصوص ونسخنها. كده بحط لها شوية فلفل اسود. ما ينفعش يتسخن يا جماعة، لازم يتعمل بالطلب، يعني لما نيجي ناكل يتعمل على طول ويتاكل. زي ما انتوا شايفين كده بنسيبها تكمل سواها. طبعا احنا عاملين المكرونة نص سوا، فدلوقتي هتكمل سواها في الصوص بتاعنا. وهنحط الجمبري اللي احنا سويناه بالصوص بتاعه اللي نزل منه ده، هنحطه كله. تمام كده. وهنقلب كله مع بعضه. طبعا الريحة خطيرة والطعم حكاية ما شاء الله. بنسيبها دقيقتين وبعدين نبدأ نغرف الطبق بتاعنا. ما شاء الله. وهنرش على الوش شوية بقدونس. زي ما انتوا شايفين. طبق حكاية، شكل وريحة وطعم خطير ما شاء الله. طبق لذيذ وسهل جدا وسريع تعمليه في اي وقت وبأقل مجهود وبألف هنا.